الذكر يحفظ أولادك في البيت ويحسن تربيتهم ويبعد عنكم الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا أنت مسافر وتذكر الله فالله معك. إذا أنت فاتح دكان وجالس في الدكان وتسبح وتهلل وتذكر الله فالله معك ويؤيدك ويربحك ويحميك ويوفقك. دخلت المسجد وأنت تذكر الله، الله معك. قال: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لو واحد الحالة ويسبح ويهلل ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ. واحد جالس عند ناس وقال: لا إله إلا الله أو استغفر الله وأتوب، اللهم صل وسلم على رسول الله، ذكرني في ملأ. أو حدثهم عن الله، ذكرته في ملأ خير منهم. وأمر الله تعالى الإنسان أن يبتعد عن الذين لا يذكرون الله. إذا رأيت واحد قليل الذكر أنت مأمور أنك تبتعد عنه. يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يحذر من مصاحبة الذي لا يكثر ذكر الله. شوف إلى هذه الدرجة رب العالمين يحرص الناس ويدلهم ويحثهم على الإكثار من ذكره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يذكرنا في من عنده يا رب العالمين، وأن يشملنا وإياكم والدينا ووالديكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه ورزقه وإحسانه.